جابوا هو جريدشار كان موجود وبعدين جابوا شريف. سيبك من المستويات مختلفه، انما في الاخر لما تيجي تقيم شريف كسترايكر هو واحد من الفراوده اللي الحقيقه بشوفهم كويسين. ممكن يكون مش موفق. جريدشار بدايته كانت كويسه، ما كانش حد بس مش راس حربه برضه، بس ما كانش حد يتوقع ان هو مين جاب الجون الاولاني يا ايمن؟ جريدشار. لا، الجون الاولاني في الزمالك بن شرقي باسيست مين؟ زيزو. دول لعيبه ايه؟ الله. من لعيبه طب ما هو الزمالك احنا اتكلمنا انا معاك في الحلقه اللي فاتت دي وانا قلت ان طلع رموز النادي الاهلي بيتقطع في زيزو تقطيع فني وكل حاجه، وقال لك احنا مش جايبينه يشتغل على التريد ميل، مش جايبينه ما بيعملش اسيس، ما بيجيبش جول. رموز النادي الاهلي قالت كده، وانا اللي قلت انتوا واخدين قبل الماتش، قلت لكم وخدوها ترند ان خالد جلال بيدافع عن زيزو. مش كده، انا بقول انتوا واخدين زيزو من نادي الزمالك احسن لعيب في مصر 3-4 سنين ورا بعض. خلاص، ان هو يبقى بالمستوى قل شويه ده مش تقليلا في زيزو، ولكن انا قلت برضو ان هو ما يستاهلش، ولا اي لعيب في مصر يستاهل هذا المبلغ. وعلى فكره زيزو من اللعيبه، وانا ايمن احتكينا بيه، يعني ايمن يعني زيزو راجل مهذب جدا، لعيب كويس جدا، لكن تصرفاته يعني انا عندي تحفظ كبير. انا زيزو بحبه جدا على المستوى الشخصي، ولو قابلته على المستوى الشخصي راجل انا دربته وراجل انا بحترمه وراجل مهذب وكل حاجه، ولكن بيعمل حاجات بيزعل منه الناس كلها. عمل ايه؟ بيزعل من الموقف اللي عمله ده. هو عمل ايه ده؟ الموقف اللي عمله ده ما يحصلش. معلش بص يا كابتن، يعني خلي بالك الموقف ده كان ممكن يعدي. لا ما يعديش. لا يا كابتن ازاي؟ لا ما يعديش يا ابو الدهب. معلش يا كابتن، هو خلي بالك، هو انا مش مع زيزو انه يعمل كده. هو انا لازم احترم المنصه ولازم احترم على كل شخصيه. يعني انا زعلان من زيزو يجي يسلم عليا ما سلمش عليه؟ لا مش هيحصل يا كابتن. دي انا مش بقول لك انا مش هاجي في الغلط، انا بقول لك ده بروتوكول، وده احنا يعني احنا بنلعب في مباراه، المباراه دي كان بتتلعب في دوله الامارات ولازم كان يبقى الشكل احسن من كده. طب انت لكن انا كمان راجل كبير برضه، راجل مسؤول في نادي الزمالك. انا قيمه، في حد بيبقى قيمه بنادي الزمالك او نائب رئيس نادي الزمالك، يبقى المفروض كنت احط لساني جوه بقي يا كابتن، ما اقولش بقى سلم وما سلمش، ويبقى في لجنه انضباط او اتحاد الكوره هي اللي تاخد القرار. يعني ده صح ولا غلط؟ لا غلط، انا مش بقول لك ان ده صح وعيب، لان خلي بالك ولو ما اتعالجتش وما فيش قرار، غلط. خلي بالك انا مش مع احنا قاعدين هنا مدربين تمام. بنحافظ على اولا الروح الرياضيه، لان انت هتبص على اللي جاي، لان انت اللي جاي برضه مش هيبقى مش هيبقى كويس. انا بتكلم على ايه يا ابو الدهب؟ احنا بنعلم يا جماعه، رسالتنا احنا كمدربين صدقوني، وان احنا بنطلع وبنتكلم الناس بتشوفنا الصغيره. لو اتعلمت مننا احنا التعصب واتعلمت مننا ان المواقف السيئه ان احنا نعالجها، ان احنا نقول صح، راجل اصول ده